بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس وأن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق الله العظيم. رحم الله الشهيد الدكتور العالم البروفيسور ضياء العوضي، شهيد الحق والأمانة، الذي بلغ رسالته كما وهبها الله له وكما علمها الله له، ولم يخشى سواه ولم يتخذ وليا غيره، فلا تنسوه من صالح دعائكم. طبعا من حقكم تعرفوا كل التطورات والمستجدات في القضية في إطار ما يسمح بنقله من سرية التحقيقات، ولأني ما كانش عندي أي معلومات عن صدور تقرير الطب الشرعي أو لأ، وفي كل مرة كنت بسأل فيها المحامي التقرير صدر ولا لأ، مرة يقول لي صدر ومرة يقول لي لأ ومرة يقول لي معرفش، فاضطريت أروح بنفسي مصلحة الطب الشرعي وأسأل عن صدور التقرير، وقابلت الدكتور رئيس المصلحة، ولما سألته التقرير صدر ولا لأ بلغني إن التقرير لسه ما صدرش، ولما سألته هو مرفق مع تقرير الدي ان ايه ولا لأ بلغني إن مفيش أي تكليف من النيابة باستدعاء ذويه وعمل فحص دي ان ايه، لأن المفروض لما كنت في المقابر وشفت الدكتور ضياء لأول مرة وما قدرتش أتعرف عليه ولا حتى أحس إن هو دكتور ضياء، طلبت من المحامي ساعتها بالإضافة لفحص الجثمان إنه يقدم على طلب فحص دي ان ايه. حتى سألته ساعتها انت قدرت تتعرف على الجثمان؟ قال لي لا. دكتور ضياء اختفى بره بلده فجأة في ظروف غامضة، وبعد كده اتفاجئ ان هو مات، وبعد كده بعتنهولي الجثمان. انا من حق اتعرف الجثمان ده بتاع مين، فطلبت من المحامي ساعتها وانا على المقابر انه يقدم على فحص دي ان ايه، ولما كنت بسأله قدمت على فحص الدي ان ايه كان يقول لي ايوه قدمت عليه وانتي مضيتي على المحضر في اسم الشرطة. اتفاجئ لما رجعت للنيابة عشان اسأل وافهم ايه اللي بيحصل، ليه ما كلفتوش الطب الشرعي باستدعاء ذويه لعمل فحص دي ان ايه. اتفاجئ انهم يقولوا لي ان المحامي بلغهم انه اتعرف على الجثمان وان ده جثمان دكتور ضياء. وهي قالت لك انا شاكه في وفاه زوجي اللي هو لسه زوجها. طبعا. هي لا. وقالت لو سمحت خد اجراءات عشان عايز اعرف زوجي مات ازاي. هي كانت شاكه ان هو زوجها اصلا اللي مدفون، يعني هي اصلا من البدايه خالص تقول ده مش جوزي. هي ما شافتوش اول مره كانت تشوفه كان امبارح لما استخرجنا جثمان، بس اتعرفت عليه بقى. طبعا مفيش حد يعرف يتعرف عليه بسبب ان طبعا في تغيرات فسيولوجيه حصلت في الجثمان فانت بتقول لي ان الزوجه هي مش عارفه ده جوزها ولا لا؟ طبعا. طبعا. هي حاسه كده، هي قالت لي نفسها، قالت انا عندي احساس ان ده مش ضياء، يعني ده كلامها. ده الاول ولا بعد ما طلعت الجثه؟ بعد ما طلع الجثمان. ما تعرفتش على جوزها؟ ما قدرتش يا فندم، انت حضرتك يعني الموقف جلل بجد، يعني محدش يقدر يشوف الموضوع ده اصلا يعني. طب وهي على اي اساس؟ على اي اساس هي دخلت وشافت، ولكن ما قدرتش، ما حسيتش ان ده جوزها من جواها. مع اني سألته يومها قدرت تتعرف عليه وقال لي لا. طب ليه ما بلغتنيش ويومها وانا على المقابر؟ وليه رايح تقول للنيابه كده انك قدرت تتعرف على الجثمان، مع اني كل مره كنت بسالك بعدها قدمت على فحص الدي ان ايه من يوم خروجنا من المقابر كنت بتقول لي ايوه قدمت عليه. بصفتي زوجته وصاحبه قضيه وصاحبه الحق الاصيل قدمت بنفسي للنيابه طلب بعمل فحص الدي ان ايه واستلموه مني، وبلغوني ان التقرير مش هيصدر غير قبل شهرين على الاقل لحين انتهاء الاجراءات. فانا بطلب منكم انكم تثبتوا عن الحق وتنصروه نصرة لله اولا، وما تنسقوش ورا الشائعات ولا اي حد بيشوه صورته. حاشا لله، عاش بطل لا يخشى الا الله، كان عايش لله وبس، كان جيش لوحده محدش قدر يقف قصاده ولا ينطق قدامه. وبصركوا بالحق ووعاكوا عشان محدش يقدر يستجهلكوا ولا يستعبدكوا تاني. فبقت رسالته امانة لكل واحد وصلت له، ودمه وحقه في رقبتي ليوم الدين. اي جديد في القضية هبلغكوا بيه بامر الله، وهو تنسوه ابدا من صالح دعائكم. هو ضحى بحياته عشانكم، وزي ما كان بيقول لكم دايما خدوا بالكم من نفسكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ما كان طريقك سهل ولا قصير، لكن تركت فينا أثر كبير، كل نصيحة منك صارت ضوء نمشي عليه مهما طال السوء.